اول عميل في حياتي خلاني افكر ان اسيب الفريلانسنج تماما. وعارفين كل ده ليه؟ عشان $20 بس. انت متخيل؟ انا مش هعلمك النهارده ازاي تكسب من النت، ولا هقول لك تبدا من فين ولا منين. انا هحكي لك عن الغلطه، كارثه حرفيا، اللي كنت عن طريقها همسح كل حساباتي عشان تتعلم منها وتتفاداها في نفس الوقت، وهتكسب اسرع مني بكتير. الكلام ده برضه مش هتلاقيه في فيديوهات ولا حتى في كورسات. الكلام ده بيجي عن تجربه وخبره سنين. الساعه كانت 3 الفجر، لقيت فجاه Upwork بعت لي رساله من العميل مكتوب لي كده بالبنط العريض فيها This is not what I expected from you، وتحتيها عريض الدعوة أكتر من صفحة ونص. العميل بيشتكي ليا وللتيم بتاع Upwork قد إيه إن أنا عكيت له الدنيا عك السما والأرض. طبعا أول ما شفت الرسالة أنا قلبي وقع. أنا اشتغلت على تجميع الداتا اللي أنا جبتها للعميل على جوجل أكتر من 11 ساعة، وأنا كنت شايفها بيرفكت، ما فيهاش مشكلة خالص. اللي العميل طلبه انا وفرته واديته له، بس هو كان شايف ان انا فاشل. رجعت بقى كده وبصيت على العقد اللي كان ما بيني وما بين العميل، واكتشفت ان انا وافقت على جمله واحده بس غيرت لي كل حاجه، وهي كلمه unlimited revisions، الا وهي عدد مراجعات لشغلك بشكل لا نهائي. صباح الفل، يعني انت عبد. والشغلانه اللي كانت هتاخد مني ال10 او ال11 ساعه دول فضلت مكمله معايا 10 ايام من الجحيم المتواصل. وانا اللي كنت فرحان ان جبت اول عميل ليا على Upwork، وافقت على كل الشروط ودوست على I accept offer من غير حتى ما اعرف انا داخل على ايه، وكل ده عشان بس اجيب اول تقييم. بس نسيت اهم حاجه، ان مش كل الشغل هو فرصه في حد ذاتها. في شغل بيستهلكك وبيدمرك، وشغل تاني هيكسر ثقتك في نفسك مع بدايتك على منصات العمل الحر. وبعد التجربة دي عملت 5 حاجات بجد فرقت معايا بعد كده، ووصلتني من واحد معاه شغلانة واحدة بس على Upwork لتوب ريتد بلس فريلانسر على Upwork. بقيت بكتب في العقد بتاعي عدد الساعات اللي انت هتشتغلها كام يوم في الساعة، بتوقيت مصر من الساعة كام او للساعة كام. لو العميل في امريكا هقول له انا شغال عندك في توقيت من الساعة كذا للساعة كذا. لو العميل طلب مني عدد مراجعات معينة هديك من 3 ل4 مراجعات. وطالما كده عملت كل حاجة في الاتفاق اللي ما بيني وما بينك، لو انت طلبت حاجة زيادة العميل هيدفع لك فلوس. الحاجة الثالثة، العميل محتاج مع كل عينة من شغلي اللي انا بعملها له يوافق عليها ويقول لي تمام. يعني مثلا لو العميل طلب منك تجيب له 100 رقم تليفون في السوق المصري، انت مع كل 10 من دول محتاج تسأل العميل سؤال بالنسبة لل10 ليدز دول، هل انت راضي عن الجودة بتاعتهم؟ اكمل ولا اوقف؟ انت هنا بتضمن لنفسك ان ال100 واحد اللي انت هتجيبهم دول مع الوقت خلاص ما بقاش فيهم مشكلة. فلو جه حصل بعد كده نزاع ما بينك وما بين الكلاينت، Upwork هيبقى شايف انك بتتكلم مع الكلاينت في كل حاجة وبتاخد رأيه فيها، عشان لو العميل بعد كده رجع لأبورك وقال لهم الراجل ده نصب عليا، التيم بتاع تراست اند سيفتي هيخش يبص على كل المحادثه اللي ما بينكم ويتاكد انك عملت اللي عليك كفريلانسر. لكن طبعا لو رجعنا للقصه، المشكله ما خلصتش هنا خالص. العميل عندي رفض يدفع اساسا وقال لي انا ما استلمتش اللي احنا اتفقنا عليه. وعلى فكره عشان كنت لسه مبتدئ، انا كنت بخش ببعت للعميل الداتا على Upwork مسجز، كنت سايب المايلستون اللي مفتوح من العميل وبخش ابعت له الحاجه بحسن نيه. والموضوع ما بيننا للاسف عشان كنا بنتكلم على الواتساب وهو كان حد عايش في مصر، حرفيا وصل لتهديد من العميل رسمي ليا بانه يأذيني جسديا. قال انا عارف انت ساكن فين وعجل عربيتي هينبسط جدا وهو بيدوس على وشك. ووالله حصل. انتوا شفتوا في حياتكم كميه ساديه ونرجسيه قبل كده، وكل ده عشان كام؟ $20. مع ان احنا لو رجعنا بالزمن ورا في اليوم ده عملت اكتر من 100 رقم جبته للعميل وكلمتهم رقم عشان اعرف الداتا منهم شخصيا. انتوا متخيلين ساعتها كمية الفلوس اللي انا دفعتها؟ وسبت شغل شركتي تماما وبقيت مركز عشان اعرف اجيب شغل للعميل ده، وبقيت فرحان جدا $20، لكن في الاخر خدت على دماغي. بص يا صاحبي، أصعب تجربة مش دايما في النص، وأحيانا البداية المؤلمة هي اللي هتخليك تبني نفسك صح. أنت عملت إيه في أول شغلانة للفريلانس؟ هل اتعلمت منها ولا لسه بتدفع الثمن لحد النهاردة؟ هل شفت إن موقع Upwork موقع كويس ممكن تشتغل عليه، ولا دي كانت حاجة بائسة حصلت في حياتك ومن ساعتها خدت القرار إن أنت ما تكملش؟ لأن أنا كنت ممكن أوقف شغل بعد اللي حصل مع العميل دوت، ولكن بعد كده ربنا رزق بعملاء أحسن وألطف، وعرفت بعد كده ازاي انقي العميل الكويس من العميل اللي مش سالي. الفيديو ده خده نصيحه ليك، صدقني اسمع اللي فيه وابعته لصاحبك اللي لسه جايب اول شغلانه ليه على Upwork او بيدور على شغل على Upwork، يمكن تنقذه قبل ما يغرق. سلام.